على قد فوز نادي الاهلي امبارح على سيمبا تنزاني 2-0، على ان مستوى الاهلي مستوى في النازل، مستوى وحش جدا يا جماعه. الاهلي المباراه الجايه هيقابل الفائز من مازيمبي وبيتلو اتلتيكو، والمتوقع فريق بيتلو اتلتيكو يفوز على مازيمبي. طبعا هم تعدوا على ارض مازيمبي، وفريق بيتلو اتلتيكو فريق قوي جدا، فريق قوي، اقوى فريق في انجولا. وكمان ما تهزمش ولا مباراه في دوري ابطال افريقيا، ولا تهزم في الدوري الانجولي كمان. فلازم الاهلي يركز كمان. الاهلي طبعا عنده غيابات كبيره، الشناوي وحسين الشحات بعد الاصابه بتاعت المباراه اللي فاتت بتاعت سيمبا، وامام عاشور. فالاهلي لازم يركز يا جماعه في المباراه الجايه، واي يستغل اي فرصه، كمان اي فرصه يستغلها لازم يجيبها جون. لازم حتى كهربا ننزل شويه، جاب ضربه جزاء بس كان معاه فرصه انفراد كمان ضيعها بسهوله. فالفرص دي يا جماعه، ولازم نركز كمان يا جماعه في فرص كتيره. بص يعني انت بص على الفرصه دي، لولا مصطفى شوبير شايل الاهلي. بص يا جماعه، لولا